بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو اليوم عبارة عن كارفينج بالواكس اب لللور انتيريور تيث، صورة سهلة وبسيطة. نستخدم اللارج تيب لوضع كمية من الواكس على بقايا التوث سيرفيس. نبدأ بأول سن وهو اللور سنترال انسايزر من جهة الليبيال بوضع خطوط أفقية على الفينجر، وأيضا بخطوط عمودية من جهة الديستال، ونفس الطريقة نستخدمها من جهة الميجيال لإظهار هيكل السن. أما من جهة اللينجوال سايد فنضع الواكس بصورة مائلة من جهتي الديستال، وكذلك أيضا من جهة الميجيال لبيان هيكله بصورة صحيحة كما هو مبين في الفيديو، وكذلك أيضا راعي وجود منطقة السنجولا والفوسا. نفس الطريقة اللي استخدمناها بالسنترال انسايزر نستخدمها باللاترال انسايزر من ناحية الخطوط الأفقية، وكذلك أيضا من ناحية الخطوط العمودية لبيان هيكله بصورة صحيحة. ننتقل بعدها لللينجوال سايد، نضع الواكس بهاي الطريقة لبيان هيكله، وأيضا نملي الفراغات الموجودة ونراعي وجود منطقة السنجولم وأيضا الفوس. بعدها ننتقل للور كناين، حيث نضع الواكس بصورة 3 نقاط، نقطة في الوسط تكون أعلى من النقاط اللي وضعتها بالجنب، نوصل بيناتهم لبيان شكل الانسايزر ايج، وبعدها نقوم بخطوط عمودية من جهة الديستال وكذلك أيضا من جهة الميجل لبيان هيكله بصورة صحيحة. ما من جهة اللينجوال فنضع الواكس بصورة مائلة من جهة الديستال وكذلك من جهة الميجل لبيان هيكله، ونراعي وجود الفوسة، يعني عندنا 2 فوسة ميجل وديستال فوسة. نستخدم السمول تيب لجعل المسافة بين الأسنان واضحة، وأيضا نستخدم هاي الطريقة من جهتين اللينجوال والليبيال سايد. نستخدم اللاكرون لأغراض الفينيشينج والبولشينج لغرض جعل التوث سيرفيس يكون سموث. بعدها أقوم بحركة خفيفة على أسطح الأسنان لغرض إزالة الواكس الزائد. هاي الخطوة هستخدم الكارفر رقم 3 لوضع فواصل بين الأسنان من جهة الانسايزر ايج لغرض فصل الأسنان بصورة كاملة عن الادجيسنت تيث. بعدها حنوضح الانجليشن نحو اللينجوال لكل الأسنان، والغرض من هاي الخطوة هو الإطباق الصحيح بين الأرش الأبر واللور. استخدم مسطرة الكارفينج لبيان طول السنترال واللاترال عن الكناين، حيث يكون الكناين أطول من السنترال واللاترال ب1 ملم. استخدم الكارفر من الجهة الثانية لغرض وضع الديفلوبمنتال جروف لكل من السنترال واللاترال والكناين.
النتيجة النهائية. أتمنى استفادتوا، والتوفيق للجميع.